انا كان قلبي حاسس انا استحالة ارجع للراجل ده تاني، والمرة دي محدش هيعرف يغصب عليا. انا خلاص جبت اخري. طب اهدي بس يا ضنايا وخد لك شوب بطيخ كده واحكي لي ايه اللي حصل. مش ههدى ولا يرتاح لي بال غير لما تطلقوني من الراجل ده. ضربك؟ لا. شتمك؟ لا. امال عايزه تتطلقي؟ لا مقصوفة الرقبه. ما بيهتمش بيا. ولا بتفاصيلي. ما بيقوليش كلام حلو. قلتيلي من الاخر كده يا ماما العلاقه دي توكسيك. يا لهوي. محشي؟ يبقى اكيد البت فوزية هنا. الحق يا راجل بنتك. مالها وليه خضتيني؟ اللي ما يتسماش جوزها. حموكشة؟ هو المنيل على عينه. ماله؟ عايز يسم البت. فوزية دي راحت فين ده الصبح؟ يا ماما العلاقة هي اللي سامة مش هو اللي عايز يسمني. حرام عليك يا ولية، بلاش التسرع. يا اخويا انا مالي، مش هي اللي بتقول. وانت كل ما بنتك تقولك على حاجة تصدقيها؟ انا بنتي ما تكدبش يا اخويا، ده انا مربياها احسن تربية. احكي لي يا بنت ايه اللي حصل. ناوليني البطيخة يا بنت الاول. شوف الولاية المفجوعة اللي كل همها على بطنها. بيصحى من النوم يا بابا يقول لي جهزي لي الفطار، وانا عشان متربية وبنت ناس بجهز له الفطار. بعد ما يفطر بيقول لي اعملي لي شاي، وانا عشان مؤدبة وبنت ناس بعمل له شاي. بعد ما بيخلص الشاي يا بابا بيسيبني وينزل يروح الشغل، وانا عشان محترمة وبنت ناس بسيبه يروح الشغل. بعد ما يجي من الشغل يا بابا يقول لي جهزي لي الغدا، وانا عشان متربية وبنت ناس بقوم اجهز له الغدا. بعد ما ياكل بقى يا بابا يقول لي اعملي لي كوباية قهوة، وانت عشان متربية وبنت ناس فبتعملي له القهوة. الله ينور عليك يا بابا. كملي حبيبتي. بعد ما يشرب القهوة يقعد يتفرج على الماتش، مع انه عارف اني ما بحبش الماتشات، بس انا عشان متربية وبنت ناس بقعد اتفرج معاه على الماتش. جدع يا بنت زي امك. يخلص الماتش من هنا بابا وينزل يقعد مع صاحبه على القهوة، وانا عشان متربية وبنت ناس بسيبه ينزل يقعد مع صاحبه على القهوة. كملي حبيبتي. يطلع لي بقى بالليل يا بابا عايز يتعشى، وبعد ما يتعشى عايز يحبس بشاي، وانا عشان متربية وبنت ناس بجهز له العشاء واعمل له شاي. بذمتك هيلاقي فين واحدة تسيبه يعمل الكلام ده كله؟ ده خسرك يا بت. ده ايه رجالة اخر زمن دي؟ يا ولية هد النفوس يا ولية. هو ياكل ويشرب ويملى بطنه ويسيبنا انا جعانة. ما بياكلكش؟ انا بتكلم على الجوع العاطفي يا بابا. الجوع العاطفي؟ انت بتكلمي مين يا ضنايا؟ انا اللي فاهماكي وحاسه بيكي عشان في مكانك. ده ايه الجوع العاطفي ده يا ولية؟ ده جوع جديد نازل السوق يا اخويا. عامة يا بنت انا هكلمه يجيلي واسمع منه برضه ونحل الموضوع ده. عرفوا ان فوزية من هنا ورايح مش هتطبخ ولا تعمل اي حاجة غير لما يقول لها كلمة حلوة. كملي يا بنت. بعد ما بيتعشى وبيشرب الشاي بيعمل ايه؟ السلام. الواحد اليوم اللي ما تبقاش مراته موجودة فيه في البيت بيحس انه كان مسجون وخد افراج. ده يطلع ايه الجوع العاطفي ده؟ اما اتصل بالواد حموكشة يقول لي، هو خبرة في الحاجات دي. الو. ايوه يا جوز بنتي. حمام مساء الفل. سمعت عن حاجة اسمها الجوع العاطفي؟ ايه الجوع العاطفي ده؟ مين اللي قالك على الكلام ده حماية؟ البت فوزية لسه قايلة لأمها الكلام ده. وهي فوزية عندك بتعمل ايه؟ مفيش، دي أمها كانت عاملة محشي فبعتت لها. غريبة يعني مالكليش. خلينا في المهم. ده مرض جديد منتشر بين الستات اليومين دول. تلاقي ست من دول حدقة العين بتاعتها بتوسع وبتهرش في دماغها كتير وبتحضن المخدة قبل ما تنام وتقول لنفسها بحبك وترد على نفسها وتقول وانا كمان. يا نهار اسود، دي نفس الأعراض. خلي بالك عشان المرض ده معدي. معدي ازاي؟ لو واحدة عندها جفاف عاطفي وقعدت مع واحدة سليمة تعديها
يا سواد الحلل. قوم يا بت يلا روحي على بيت جوزي. انت بتطردنا يا بابا؟ اه. على رأي المثل اللي اهلها يقولوا لها عورة جوزها يلعب بيها الكورة. ليه كده يا راجل؟ حرام عليك. وريني عينك يا ولية. انت اتجننت يا راجل انت ولا ايه؟ الحمد لله العدوى ما اتنقلتش. ايوه حموكشه، ما تبعتليش مراتك هنا تاني لما تبقى مطعمها.